السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم شاركت معكم طريقة سهلة لتحضير بريوش هشيش ولذيذ بمكونات متوفرة في الدار. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي 2 بيضات، غادي نستعمل بيضة وبيض البيض في الخليط. عندي 4 المعالق كبار ديال سكر سنيدة، نصف كأس ديال الزيت النباتية، كأس ديال الحليب دافي، كأس ديال الماء دافي، معلقة صغيرة ديال النافع نقدروا نعوضوها بقشرة ديال الحامضة، معلقة كبيرة ديال الخل، معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، شاصية وحدة ديال الفاني، خمارة وحدة، وعندي هنا 4 ديال الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق اللي مغربل. ندوزو نشوفوا الطريقة ان شاء الله. رشة ملح لتصحيح الذوق. غادا نزيد بيضة وبياض البيض ديال الثانية، والصفر غادي نخليه للدهن ان شاء الله. ودابا غادا نطرب البيض مزيان مع سنيدة حتى يذوبوا الحبيبات. من بعد ما دابت السنيدة كنضيف الماء دافي، خميرة حبيبات باش كتفاعل دغيا، من بعد كنزيد الدقيق بالتدريج، وكنطرب مزيان بالطرب اليدوي. من بعد ضفت معلقه صغيره ديال النافع، كيبقى اختياري، الا ما متواجدش نقدروا نعوضوه بقشره ديال الحامضه حتى هو كيجي زوين بزاف، كيعطي داك المذاق ديال الحامض. من بعد زدت الخل، والخليط كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي شويه ثقيل على الخليط ديال الكيكه. دابا غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها تخمر تقريبا نص ساعه، ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد 30 دقيقه اختمرات وضعف الحجم ديالها. ودابا غادا نديرها في المول اللي دهنته بالزبده والدقيق. من بعد غادا نقادها مزيان باش تاخد الشكل ديال المول. دابا غادا ندهنها. عندي شويه ديال القهوه سريعه الذوبان مع صفار بيضه، ضفت شويه ديال الحليب اولا تقدروا تضيفوا الخل.
ودابا غادا ندهنو لها الوجه ديالها غير بشويه. من بعد غادا نزيد لها شويه ديال الزنجلان من الفوق. دابا غادي نعاود نغطيها ونخليها تخمر 30 دقيقه، وعاد من بعد نطيبها ان شاء الله. خليكم معايا. من بعد ما خمرات غادي ندخلها الفران، والفران انا شعلته من قبل. غادي نطيبوها من التحت ومن بعد نطيبوها من الفوق. خليكم معايا. ومن بعد ما وجد البريوش غادا نديرو في طبق التقديم. كما كتشوفوا كتجي هشيشه بزاف وفتيه. ومن بعد ما وجد البريوش كيجي على هذا الشكل هذا هشيش ولذيذ. نتمنى تجربوه كينجح من اول تجربه. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا الوصفه مع الاحباب ديالكم، وبطبيعه الحال تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير.